أسامة أبو علي خلاص موضوع انتهى، يعني خلاص هو العقود دلوقتي بتصاغ في صيغتها النهائية عشان يتم التوقيع عليها من ناحية إدارة النادي الأهلي وكولومبوس كلو، وخلاص الصفقة هتكون تمت وهيعلن الأهلي رسميا عن تفاصيل الصفقة. اللي يهمني في الفيديو بتاع امبارح، أنا كأهلاوي قيمة النادي الأهلي اللي ظهرت من خلال الفيديو ده. ياما لعيبه كتير شفناها بتحصل سيناريوهات زي اللي حصلت بالظبط مع وسام مع الانديه بتاعتها، واللعيبه ولا بتحط في دماغها ولا بتطلع تتكلم ولا بتعتذر لجماهير النادي بتاعها ولا بتعبرهم وبتاخد بعضها وتمشي. هنا بيبان حجم النادي الاهلي، قيمه جماهير النادي الاهلي. يعني اللعيب لما يعمل فيديو ويطلع بيعتذر فيها لجماهير النادي الاهلي وحبه الشديد للنادي الاهلي، وان الفتره اللي هو قعد فيها في مصر من احسن الفترات اللي عاشها في حياته، وان تألقه وان قيمته وثنائه ان العرض اللي جاله بالقيمه دي عشان هو موجود في النادي الاهلي، مش عشان هو وسام ابو علي. هي دي القيمه الحقيقيه اللي لازم كل الانديه في مصر تتعلمها وتعلمها للاعيبتها، عشان يبقى في ود واتصال بين اللاعب وبين النادي وبين اللاعب وبين الجماهير حتى بعد انتهاء العلاقه الاحترافيه دي. في الاخر يعني في الاول وفي الاخر عقد احترافي بين لعيب وبين نادي ليه بدايه وليه نهايه. كلنا طبعا كاهلاويه كنا نتمنى ان خامه زي وسام ابو علي تبقى موجوده، النادي الاهلي محتاجها. انما خلاص الموضوع زي ما اتكلمنا فيه قبل كده كتير مرات، موضوع مادي بحت بالنسبه للاعب وبالنسبه لمصلحه النادي. فخلاص احنا بدأنا علاقه احترافيه بدأت وانتهت، واحنا بنتكلم على الشكل بتاع انهاء العلاقه. ده الحاجه بقى اللي بتدي قيمه للنادي. اتمنى ان الفيديو اللي عمله وسام، اللي هو انا متاكد طبعا الاهلاويه كلها شافته، بس بتمنى ان الطابع الانساني عند